انا ابويا كان قاسي جدا. لما كبر وانا كبرت وبقينا اصحاب، وبقى ياخدني في حضنه ويعمل لي حاجه اسمها الرقيه دي عند الفلاحين. ولان زمان كان بيعذبني، كان عنده حاجتين يعني مهمين جدا: الدراسه، لازم ابقى ناجح، اي كحكه موجوده في الشهاده بتاعت الفتره بتبقى علقه يعني تشيب، والدين. الصلاه ده شيء واجب يعني. ما هو ما كانش يعرف ايه انا متاخر ليه، يعني ايه هو ما فيش حاجه اسمها يدي لحد مفتاح. مفتاح شقتنا مفتاح قد كده من الكبار دول اللي دماغه كبيره دي، مش ممكن بتاع زمان ده، بتاع زمان ده يعني هحطه فين؟ فكان هو بياخد هو اللي يفتح كمان، وكان عليه تكشيره يكرهك في عيشتك على قد ابتسامته الجميله لما يكون مبسوط. وكان حافظ للقران كامله، يعني كامل حفظ للقران، وكان يدينا امثال دايما. حافظ كم من الامثال الفظيع كتير جدا، وكان خايف عليا. اكتشفت انه كان بيقسو عليا خوفا عليا، فحسيت ان هذا الرجل حماني من حاجات كتيره جدا، فحبيته. لما كبرت حبيته قوي 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 قوي، وبقينا اصحاب لدرجه ان انا ايام ما كنت بشرب سجاير ما كنتش اقدر اشرب سجاير. عصام كان اصغر مني يشرب سجاير قدامي، انا ما اقدرش. توفى ابويا وانا كنت في لبنان بعد المسرح، واخر يوم جالي خبر وفاه والدي عن 86 عام، وكان والله 86 سنه تقدرش تجيبه. وتوفى، فجت مراتي دخلت عليا قالت لي بقى في حياتك بابا تعيش. انا في يعني قدام الصدمات بيجيلي حاله كده الهيه من تقول صوفيه، هدوء نفسي، سكت خالص. كان عندي مسرح ايامها في لبنان ما اقدرش الغيه. رحت المسرح واشتغلت مسرحيه، وفي اخر مسرحيه قلت انا عايز اتكلم عن ابويا. هتكلم مع مين غير مع ابويا؟ بعد الروايه ما خلصت رحت واقف قلت لهم اليوم مات ابي، وابي كان كذا وكذا وكذا وكذا. وقلت لهم صوره لما كان ابويا يشيلني على كتفه عشان يفرجني على المحمل وهو مسافر رايح السعوديه. فاكر كان في حاجه اسمها المحمل طبعا، كسوه الشريفه. كنت بحس ان انا قاعد على كتف عريض يعني وانا صغير.